سلام البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. مطلوع في 10 دقائق حضريه على وقفة واحدة، خاصة في شهر رمضان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. نبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. نحتاج كيلة من الدقيق الأملس. أنا كيلت بعلبة بلاستيك مدينة، ملعقة خميرة الخبز، ملعقة سكر خشن، وملعقة حليب بودر. بطبيعة الحال ملعقة كبيرة. راح نخلط بلافوي حتى نضمن أن المكونات الجافة اندمجت مع بعض. كيلة ماء دافئ. بعد ما ضفت الماء الدافئ راح نخلط بلافوي مليح ونتخلى عليها. نستعمل برا ميكسور دقيقتان أو 3 حتى تندمج جيدا. نهبط الجوانب بالملعقة، تكون بهذا الشكل، سائل متجانس. راح نضيف كيلة قبل ذلك ملعقة صغيرة خل ليعطي الطراوة، ملعقة صغيرة زيت نباتي. راح نضيف كيلة أو أكثر فرينة، ملعقة كبيرة سنوج، وملعقة صغيرة ملح، كيس خميرة كيميائية ليعطي الهشاشة، يكون إسفنجي خفيف. نخلط المكونات بالملعقة جيدا بطبيعة الحال. راح نضيف الفرينة بالتدرج حتى تلم مليح العجينة، تكون طرية غير متلاصقة. نستعمل اليد حتى نعرف الطراوة أنها تلمت مليح. فرينة أكيد راح تضيفي أكثر من كيلة، تقريبا كيلة وربع بالضبط. بعد ما لميت العجينة راح نشكل كريات. إذا حبيتي خبزات يكونوا حجم صغير تتحصلي على 3 خبزات. أنا حبيت خبزات حجم كبير، تحصلت على خبزتين بالضبط. راح نقسم العجينة باستعمال أو بمساعدة طحين الأبيض. في البداية كنت راح ندير 3 خبزات، لكن تحصلت على حجم صغير، تخليت على ذلك ودرت خبزتين فقط. في نفس الوقت راح تحلي مع بعض خبزتين، لأنها راح تطلع معاك بسرعة، وانتي تحلي في الخبزات راح تطلع. في هذه اللحظات راح تسخني الطاجين على نار عالية. ركزي معايا، النار عالية لمدة 3 دقائق بالضبط. بعد ما سخن الطاجين مليح راح نخبز المطلوع مع التحريك المستمر. أكيد راح تحركي. بعد ما كملت الخبزتين لاحظي معايا الهشاشة والطراوة خفيف إسفنجي، خاصة كما قلنا فصل الشتاء. راح نقطعه أو نقسم مع بعضنا خبزة سخون خفيف، خاصة في الموسم الكريم إن شاء الله شهر رمضان يكون وجد معك. فقط لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.